والسفلى. نب سوي سيد الأرضين، نب خبش سيد القوة، نب إيرة خبش سيد الطقوس، وسرماعة رع من أمون، رمسيس 3 سارع ابن رع الغت اف من جسده، مر اف محبوبه، نب خعوف سيد السجان، رع من الصلح قائيون. كل الكلام ده كله بقى. نعم. ايه الخلاصة من كل الكلام ده؟ الخلاصة اللي هي الألقاب اللي كان بيتكلم عليها، بيقول أنا ملك مصر العليا والسفلى، أنا سيد الأرضين، أنا رمسيس الثالث، أنا حورس الذهبي، أنا قوي السنين مثل آمون. بيكمل الألقاب بتاعته بصيغة تبجيل، إن هو بيتفاخر بيها. إيه؟ حورس الذهبي حور نبوه. لا ده اضاف جديد بس بيتحط مورين بالالقاب الثانيه اللي هي النسوج بيت ملك مصر عليه والسفلى. هو الخرطوش اللي انت بتقول عليه ده مش اسمه سنة تقريبا؟ ايه؟ اسمه سنة ولا شن. على ايوه هو سن كده لا رمسيس الثالث. الثالث هو ده. لا ده هنا الملك هو بيتعبد وضع التعبد. زي ما ابن اخوها، لان هي اثنين حتشبسوت بنت تحتمس الاول اتجوزت من اخوها غير الشقيق تحتمس الثاني، يعني اخوها من ام ثانيه. الاثنين تزوجوا جابوا بنتين، واحده منهم واحده اسمها حتشبسوت نفر ورع. تحتمس الثاني تزوج واحده اسمها ايزيس جاب منها تحتمس الثالث. فهمتوها مش ازاي؟ تحتمس الثاني زوج تحتمس الثالث زوج حتشبسوت. تحتمس الثاني اتجوز مين؟ واتجوز واحده ثانيه عليها اسمها ايزيس جاب منها تحتمس الثالث. مفيش يا جماعه، مفيش حاجه اسمها خيانه مع المنصه الله يرضى عليكم. انتوا بتجيبوا الكلام ده من فين؟ والله كلام غلط. برضه ده الجاي بالدجاج خلصنا وصلنا. ايوه لا ايوه لا بص يا جماعه الكلام ده الجرافيتي اللي موجود، الرسمه دي اللي موجوده مفيش جنبها اي كلمه تقول انها حتشبسوت. هي الفكره في ايه؟ ان بعض الناس بدات ان هي تتكلم واتعملت بعد كده ان هي اسطوره في الاخر، او ان هو الكلام اللي احنا بنقوله ان ده حتشبسوت وتنموت ووضع الخيانه والكلام ده كله، لكن الكلام ده ما حصلش. مهما كانت علاقه حتشبسوت بتنموت ما نزلتش نفسها المستوى واحد بيشتغل عندها مهما كان. لا هو مش راسه في المكان بتاعه، ده راسه في مقبره من المقابر اللي جنبها. ده في مقبره. المقابر هنا المقابر كده، المعبد بتاعها كده. العمال اللي اشتغلوا في المقابر بتاعتها بنوا في المعبد بتاعها بنوا مقابرهم جنبها في المكان ده. الجرافيتي ده اللي قال الكلام ده واحد لما شاف ان دي مقابر عمال والجرافيتي او الكتابه التذكاريه الرسمه دي موجوده كده، فراح ربط ما بين دي ودي. اصلا ان اسم تنموت موجود اتكتب 73 مره في معبد حتشبسوت. لما اتعمل 73 مره، طب وبعدين يبقى لا اكيد في علاقه. هل هي في علاقه راجل بست، ولا علاقه ملكه بالموظف بتاعها، ولا علاقه مين بمين بالظبط؟ فعشان كده طلعت الفكره دي الكلمه. لا الأعمدة دي اسمها صلب الكبد عشان خاطر تكون شوية لكن على الناس. يعني أنا كده وحيد أنا قلت إن الأعمال واحد بس اللي حط النقوش عليها اثنين. لا اللي كان لا هو اللي عمل الأعمدة اللي في النص سيتي رمسيس الأول. بعد كده سيتي الأول بنى الأعمدة كلها وعمل نص الأعمدة من نقوش. الثالثة بعد كده جه ابن رمسيس الثاني عمل باقي الأعمدة اللي هو النقوش بتاعه. المفروض أي معبد بيتبني في طراز المعبد في الدولة الحديثة بيبدأ بسطح، بناء مفتوح، صالة أعمدة، قدس أقداس. ده نظام المعبد. قدس الأقداس ده اللي هو هناك اللي احنا كنا قدامه عند المسلة، بس ده فاضي ما فيهوش أي حاجة. يا دوب في حته حاجه كده صغيره. دي المساله اللي كنا واقفين عندها كان على يمنا. ده ارض مكان. ده اكتر مكان ممنوع ان اي حد يدخله غير الملك او الكاهن الاكبر فقط. تمام؟ هقول لكم ليه. ايه ده؟
قالت لك ايه؟ لا لا طبعا حرام. بص الكلام ده بيتقال، بص يا حلو، الكلام ده لو حد عمله بشكل معتقد ان هو هيحصل ده شرك بالله رسمي. ايوه صح. ولا هزار، الافضل ان هو ما يتعملش. ما تعملش. الافضل ما يتعملش. هو بص من الاخر حرام. هو ده بيتعمل ليه؟ بيتعمل كنوع من انواع الفن، ان هو بيجي مثلا يقول لهم خلاص والله اللي عنده امنيه وعايز يتمناها بيلف 7 لفات عكس عقارب الساعه زي ما انتم شايفين كده، ويبدا ان هو يتمنى الامنيه اللي هو عايزها. ايه الهبل ده؟ المساله دي نص طب ما كده حرام. كانت حتشبسوت، المساله دي وقعت بسبب زلزال، النص بتاعها هنا والنص الثاني موجود بتاعها. ايوه معرض، وفي اساس كده وقعت بسبب الزلازل. بصوا يا جماعه، البحيره دي عملها تحكم في الثالث. البحيره دي جايه من مياه، ما تيجي نبص عليها. عشان تنطلق وما تقلقوش. بصوا البحيره دي عملها تحكم في الثالث، دي طالعه من المياه الجوفيه. البحيره دي كان المفروض في المعتقد المصري ان هو كان المعبود الخالق خرج منها عشان خاطر ان هو يخلق العالم، اللي هي المياه الازليه. بالنسبه للجعران ده عملوا ابو الحطب الثالث، مكانه ما كانش هنا اصلا، ده مكانه كان في الغرب واتنقل في العصر المصري القديم هنا، وكان مكانه في المكان ده هناك، وزي حواس جه نقلوا المكان ده. ده رمز ايه الجعران ده رمز الخبر. الجعران ده المصري القديم لما لاحظ سلوك الحشرات لاحظ ان الجعران ده او الخنفسه بتدفن نفسها في الرمله بالليل. الجعران هو الخنفسه بتبدا ان هي تدفن نفسها في الرمله بالظبط مع الفجر لما بتيجي تطلع بتعمل كوره من الطين قدامها، الكوره دي بتزقها عشان ان هي تطلع، فاعتقد ان في جعران ضخم ورا الافق بيزق الشمس عشان تطلع ساعه النهار. خياله واسع والله. لا هو مش غباء، هي الفكره هو بيبص على سلوك اي حاجه ويبدا ان هو يطبق على حياته. بيبدا ان هو بيدور على اي حاجه تثبت لهم الوجود. لا هي الفكره ما تحسبهاش بالمنطق ده، لا احسبيها ان هم الناس موجودين لاحظوا سلوك كل حاجه، بدأوا ان هم يطبقوا كل حاجه، بدليل ان احنا لغايه النهارده بنستخدم حاجات منهم هم. العادات بتاعتنا لغايه النهارده في منهم هم. وجود الكهنه كمان ان هم بيأكدوا لهم الاساطير اللي انت بتقول عليها دي برضه بالظبط. كانت من الحاجات اللي بتخليهم يعني. بالظبط. اما فكره الكلام الفارغ ده فنصيحه بلاش يعني. هو كده ميت وكده ايه؟ ميت كده البنت وكده ميت. يا حول. لا كده بيهيس. الفرق ان الملك وضعه كده، الملكه كده، النبلاء كده. بس احنا بنشوفهم في الافلام بيبقوا واقفين عاملين كده. عشان مش عارفين. طب واللي قافلين ايديهم عارفين ايديهم ايه الفرق؟ مفيش فرق، هو المفروض بيكون ايديه الاثنين مضمومين كده، الملك ايديه الاثنين مضمومين، بيبقى ماسك في ايديه حاجه اسمها المذبه وحاجه والصولجان، الاثنين دول هم انشارات الحكم، يبقى ماسكهم كده. ما بيمسكهمش قصدي في احتفالاته الرسميه؟ لا في احتفالاته الرسميه لما باجي يمسكهم بيمسكهم في اداء الطقوس، بس في الطقوس اللي بيعملها مثلا في جري في تقديم في حاجه زي كده ما بيمسكش ايديه كده، مش كده كده مات. اللي عايزين ازاي؟ لا اللي عايشين بيتحركوا زي ما احنا عايزين، زي ما احنا كده بالظبط. خلاص الساعه كام معاكم دلوقتي؟ 12 وثلث، نص ساعه تكفيكم؟